عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الطقس ديال اليوم غيكون بخصوص باترون فراشه. كتجي زوينه في اللبسه، بخاتيك، كتجي في التوابات النازله، تجي في التوابات المزوقه، موديل كيجي زوين. اول حاجه غنرسيو الباترون ديال الفراشه. كنحددوا اول حاجه خط الكتف. شحال غنديروا في الكتف؟ غنديروا 22 وغندخلو هنا ب10 وغنهبطو هنا 3. مفهوم؟ غنجيو لهاد النقطه وغادي نهبطو ب3 وغنطيحو الكتف ديالنا. شحال غنديروا الطول ديال الكم؟ غنديروا الطول ديال الكم 52. مفهوم؟ ومن بعد غادي نحددوا الطول ديال الفراشه. بالنسبه لهذا الموديل ما طويش، يعني الطول ديالو داك متر و30 متر 34. حنا نديروا الطول متر 34 وتيبقى الطول اختياري. غنجيو لهاد النقطه وغادي نهبطوا بمتر و6. اعتبروا هذا الطول متر و6. شحال غنديروا القيمه هنا؟ غنديروا 45. من هنا لهنا درنا متر و6 وغنديروا القيمه من هنا 45. مفهوم؟ من بعد غنجيبوا هاد النقاط وغنديروا خط وغنديروا التقويره ديالنا. غنخليو هنا 25 وغنديروا التقويره ديالنا عادي بكل بساطه. هبطها هذه هي القندوره ديالنا. غنجيو لهاد النقطه وغادي نهبطوا ب40. علاش غادي نهبطوا ب40؟ حيت كاين واحد الفخه في القندوره. غنديروا هنا 30، غنديروا واحد الخط وحددنا هنا 30. غنطلعوا هنا ب15 ونخرجوا بلي فازي. هذا غيكون فخان، هذا غيكون فخان وهذا يكونوا محلولين. تندوزوا للفصاله تفهموا الطريقه. مفهوم؟ غنجيو للامام وغادي نهبطوا ب10 وغنحدوا الفي ديالنا كالعاده. بالنسبه للفراشه تيمكن لكم ديروا البيي، تيمكن لكم ديروا الدونطيل، تيمكن لكم ديروا لا بارمونتور، تيبقى اختياريه كلها كي كيبغي يخدم. بالنسبه كذلك للطول الفخان تيمكن لكم تهبطوه حتى لهنا، تيمكن لكم على حسب الا بغيتيو الفتحه ولا ما بغيتيوش الفتحه. المهم بالنسبه لهذا القياس راه كيجي زوين. وهنا كنجمعوا العبار اللي بغينا ولا تنخليوها فتيحات على حسب الذوق ديال كل واحد. مفهوم؟ من هنا لهنا هبطنا ب40، خرجنا ب30، طلعنا ب15 وخرجنا بلي فازي لتحت. يعني هذه غتجي مسدوده وهادو غتجي وحده على وحده محلوله. هذا هو الباترون ديال الفراشه، كيجي زوين في اللبسه. حاولوا تطبقوه. راه مسدود من جوج جهات، يعني مسدود من الامام ومن الخلف. من بعد ما نحدوا الباترون غندوزو للفصاله. بالنسبه للقياس ديال هاد الفراشه كناخذوا الطول ديالنا زائد 15 سنتيم في جوج. يعني عندي الطول انا متر و40، كناخذ متر 55 يعني في جوج، يعني متر 3 متر و 3 متر ونص على حسب الطول ديال كل واحد. مفهوم؟ هذه هي الفراشه ديالنا. ندوزو ان شاء الله دابا للفصال. من بعد ما حددنا الباترون ديال الفراشه، ها هو لو دو لو دوفون. بغيت نعطيكم واحد الملاحظه، ان تردوا البال ملي تيكون الفراشه مسدوده من الامام ومن الخلف، تخصكم تردوا البال للراس باش يدخل.
فهمتيني؟ مثلا ديروا 10 تهبطوا ب 12 ولا 14 باش الراس كيدخل، يعني تجربوه وعاد تخيطوا، ماشي تتخيطوها والراس ما يدخلش. مفهوم؟ دونك شنو قلنا كنختاروا بالنسبه للفراشه الاغلبيه كتجيك 3 متر، يعني الطول فوا دو، حيت بجوج مسدودين. فصلوا اولا لو دو، ومن بعد غندوزو لو دوفون. خلي 1 سنتيم ونص الخياطه. حنا فصلنا لو دو، دابا غندوزو لو دوفون. خليو سنتيم ونص الخياطه كذلك. كنحددو تقويرات الامام. شنو قلت لكم؟ خصكم تردوا البال باش يدخل الراس. ها هي حددنا الامام. شنو خصنا نحددو لي بوين فين غيكون الفخا. مفهوم؟ يعني غنجيو للباترون ديالنا هذا، لاحظوا الطريقه، وغنحدو فين غندير الفخان ديالي، مثلا 30 32. غنديرو هنا وغنديرو هنا، واخر نقطه غنديرها هنا. علاش كندير هادو؟ حيت غندير فخان بالماكينه، خصو يبان لي بارتي اللي غندير فيهم. غنشد انا قلم ولا ستيلو ديال الثوب باش كنرشمو، وكنحدو هاد النقاط عندنا في الثوب بهاد الطريقه باش كتجيكم سهله. انا كنجرب غير باش كنبين لكم. مرة كاين ستيلو ديال الثوب واخا كتكتبوا بالثوب راه ما تيخسرش. حددنا هاد لي بوين. دابا عاد نحيدو الباترون. هما بانوا هنا. شحال قلنا درنا؟ 40 30. ها هي على حسب 30 32 على حسب كل واحد. وكنحدو الفخان ديالنا بهاد الطريقه. كنحدوه من جوج جوايح من الخلف، من هنا ومن هنا، يعني لا ميم شوز. كنشد انا هنا فنته وكنرشمو من هذا الاتجاه، ردوا البال. وعاوتاني كنشدو من هذا وكنرشمو من هنا. عاوتاني كناخدو من هذه النقطه، ردوا البال، وكنحطو هنا. علاش درت هاد لي بوين هادو؟ نتوما تعرفوا علاش. باش ملي غادي نخيط، من بعد ما نخيط الكتاف هما الاولى، ردوا البال، انا غنخيط الكتاف هما الاولى. بالنسبه للموديل الفراشه، من هنا غيكون محلول وغيكون فيه كنعيطولو الفخام، يعني هنا غتكون الخياطه. علاش رشمت انا هاد لي بارتي من هنا ومن هنا؟ باش غتبعهم بالماكينه باش ما تلفش. بهاد الطريقه نتوما نرويكم. ما الكتاف كنلصقوا الكتاف هما الاولى كالعاده. كنديروا الفخان ديالنا بالماكينه. نتوما كديروه بالماكينه غير باش نعطيكم الموديل كيجي. تردوا البال معايا. كيجي موديل زوين. كديروا
طباشي كديروه بالستيلو ديال الثوب. كاين بزاف لي ميثود باش كنرشمو، ترشمو بهاد الطريقه كي رشمت انا حتى هي زوينه. تيبقى بالنسبه لاطاي درت 30 32. الا كانت السيده ضعيفه تيمكن لها دير قل دير 28، كانت غليظه تيمكن لها دير اكثر. المهم انا عطيتكم تقريبا. عاوتاني لابارتي الثانيه لا ميم شوز، كنديروا الوجه على الوجه وكنخيطوا. نحاول نعطيكم لي زاستوس باش ترشموا قبل ما يتحل الثوب. الفخا فين ما بغيتيو تتوقفوه. اللي بغات الفتاحه راه تيمكن لها دير الفتاحي، بغات تسد دير الفخا وتسد هاد الجناب تخلي غير صغيره تيمكن لها تسد. من بعد ما دير الفخا تسد هادو تيمكن لها، تيبقى اختياري. وكتولي هي هذه الفراشه ديالنا. شتي من هنا يعني ما تيبانش شنو عندنا لداخل، يعني ستكون مستوره. واخا تتبان من هنا انها مفتوحه ولكن راها مستوره. اول حاجه باش ما تنساوش راه تلصقوا الكتاف. انا ما لصقت لكمش الكتاف. اول حاجه ديما الكتاف كما الاولى، وعاد كنلصقوا الفخا ديالنا وكنقلبوا الفراشه فوق. هنا انا قلت لكم بالنسبه لاطاي على حسب كل واحد وقياسه. المهم كنهبطوا من هاد النقطه ديال العنق كنهبطوا ب40، كنحدوا وكنديروا الفخان ديالنا باش تشوف كلها لاطاي ديالو. اللي يدير 30 ولا يدير 28. كانت السيده ضعيفه دير 28، كانت غليظه دير 30 على حسب الغد ديال كل واحد. كان هذا هو الموديل الفراشه وطريقه الخياطه ديالو. بالصحه والراحه.